ليه يا رب خصتني انا بالطيبه الزايده دي؟ عمق الدين ان انت يكون عندك كرامه وقيمه، وما تسمحيش لحد يقلل من كرامتك وقيمتك. ده انت مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلقه. هاتي ورقه وقلم النهارده واقعدي اكتبي موقف انت اتاذيتي فيه من الطيبه الزايده بتاعتك، وبعد ما تكتبي الموقف اكتبي تحتيه على طول ليه حصل كده، ايه المشاعر اللي كانت مسيطره عليكي في الموقف ده. 100% هتكون مشاعر خوف، يا اما خوف من الرفض، يا اما خوف من الفشل، يا اما الخوف من انك تقولي لا، الخوف من انك يبعدوا عنك، الخوف من الوحده. 100% اصلها خوف او مشاعر تانية. عالج المشاعر عشان ما تتكررش الرسائل والاحداث زي ما قلتها في الحلقات بتاعت البرنامج ده. ليه البرنامج اسمه ليه يا رب؟ لان احنا ما ينفعش نبطل نسال السؤال ده، ليه يا رب خصتني انا بالطيبه الزايده دي؟ نصيحه مني بقى قبل ما نختم، ابتدي من النهارده، ما توقفيش. اوعي تقولي بكره هعمل، لا، ابتدي من النهارده. لو عرفتي تحضري معانا الكورس يكون حلو جدا، ما عرفتيش في جزء مخصص عندي التخلص من الخوف، بس خديه، في حلقات على اليوتيوب كتير جدا للتخلص من الخوف. المهم ما تسيبيش نفسك كده، وغيري مفهوم الطيبه جواكي.